يواجه التونسي لسعد جرد الشابي مدرب الرجاء الرياضي تحدي كبير قبل انطلاق البطولة الاحترافية يتمثل في تضارب المراكز داخل تركيبة الفريق، خاصة على مستوى خط الدفاع الذي يشهد وفرة غير مسبوقة من الأسماء. وأن الرجاء يتوفر حالياً على 5 مدافعين يتنافسون على مركزين فقط، ويتعلق الأمر بكل من بدر بانون، عبد الله خفيفي، بوشعيب العراصي، المهدي المشخشخ، إضافة إلى إسماعيل مقدن العائد من تجربة احترافية بالدوري السعودي. هذا الكم الكبير من اللاعبين يجعل المدرب في حيرة من أمره، ويضطره إلى البحث عن توليفة مثالية قبل انطلاق منافسات البطولة. وأن ثنائي بانون وخفيفي يظل الأكثر جاهزية وخبرة، ما يجعلهما الأقرب لحمل شارة الرسمية في المباريات الأولى، غير أن المستوى التصاعدي لكل من العراصي والمشخشخ رفقة المنتخب المحلي فضلاً عن التجربة التي راكمها إسماعيل مقدم قد يدفع الشابي إلى إعادة النظر في حساباته ومنح فرص متساوية للجميع حسب الأداء في التدريبات والمباريات. وتشير بعض المعطيات من داخل البيت الرجاوي إلى أن الحل الأنسب يكمن في تسريح أحد المدافعين الشابان للاحتراف سواء في أوروبا أو الخليج، وهو ما قد يضمن للرجاء استفادة مالية مهمة ويتيح في الوقت ذاته للاعبين مثل العراصي أو المشخشخ مساراً تطورياً أفضل يخدم مستقبل المنتخب الوطني. وفي إطار التحضيرات للموسم شد النسور الرحال نحو مدينة طنجة للدخول في معسكر مغلق يمتد ل10 أيام. أرسل المكتب المديري لنادي رجاء الرياضي رسالة رسمية إلى منخرطي النادي على إثر البلاغ الذي أصدرته العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بشأن عدم تقديم الرجاء لجميع الوثائق المالية المتعلقة بالمستحقات المتوقفة. وأكد المكتب المديري لمنخرطيه أن الرجاء ظل ملتزماً بكافة واجباته التنظيمية والإدارية تجاه مؤسسات الكرة الوطنية، مشيراً إلى أن مراسلاته المتكررة مع المصالح المختصة للعصبة الوطنية لكرة القدم قد استلمت دون أي إشعار لاحق يحدد نقصاً في الوثائق. ولضمان سلامة وضعيته القانونية قام النادي بإرسال جميع الوثائق المتعلقة بالمستحقات المتوقفة مرة أخرى. وطلب المكتب العصبة الوطنية لكرة القدم بتوضيح أي وثائق أو معلومات تعتبر ناقصة حتى يتسنى للنادي استكمالها فوراً وضمان عودة الأمور إلى نصابها الصحيح، بما يعزز علاقة الثقة والتعاون بين الطرفين. كما ذكر البلاغ أن الرجاء تمكن مؤخراً من تسوية نزاعات سابقة محلياً ودولياً أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إضافة إلى بروتوكولات فسخ واتفاقات أولية، مما أنهى فترة المنع الإداري وسمح للنادي بالتركيز على أهدافه الرياضية المستقبلية.